السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة، وهناخد كده جولة بالأتوبيس السياحي من المنظرة لحد ميامي. موجودين دلوقتي في المنظرة، وطبعا في شواطئ كتير في المنظرة. قدامنا كده شاطئ مهلي سعر دخول الفرد ب20 جنيه. في كمان جول المنظرة سعر دخول الفرد ب100 جنيه شامل كل الخدمات. في كمان شاطئ المنظرة العام. تابعنا مع حضراتكم في فيديوهاتنا على القناة توسعة كورنيش اسكندرية في المرحلة الأولى والتانية، وخلاص تم الانتهاء من المرحلتين، باقي التشطيبات النهائية للمرحلة التانية. توسعة الكورنيش في المرحلة الأولى بتبدأ من أول المنظرة لحد شاطئ البوريفاج، وزي ما حضراتكم شايفين تم تخطيط الشارع وتلوين الرصيف وكمان وضع الإشارات، لكن للأسف هنا مفيش أي أنفاق موجودة في المنظرة. في نفق أمام شاطئ جزيرة الدهب، وفي نفقين موجودين في ميامي، نفق ميامي واسكندر إبراهيم. زي ما حضراتكم شايفين طبعا بعد توسعة الكورنيش الطريق بقى واسع جدا. كمان نخلي بالنا واحنا بنعدي الشارع، لأن هنا مفيش أنفاق، في إشارات بس. طبعا العربيات بتكون سريعة جدا، فأهم حاجة نخلي بالنا واحنا بنعدي الطريق. قدامنا كده البحر بدون أمواج، البحر جميل جدا، وشواطئ المنظرة بصراحة كلها جميلة. ده كده شاطئ المنظرة المميز. من أول هنا بقى ممنوع نزول البحر، هنا كان في بلوكات وتم وضع عليها الرمال. طبعا هنا في أعداد بس، لكن ممنوع نزول البحر. جولتنا بالأتوبيس السياحي أحلى جولة على كورنيش اسكندرية. تقدروا تاخدوا الأتوبيس من عند سور المنتزه، وبياخدكوا جولة على كورنيش اسكندرية لحد بحري. إن الطريق واسع ازاي، نخلي بالنا واحنا بنعدي. طبعا احنا دلوقتي داخلين على العصافرة، وشواطئ العصافرة طبعا كتير. كمان شواطئ جميلة جدا واكتر ازدحاما شواطئ، طبعا شواطئ البوريفاج وشواطئ محمود سعيد وشواطئ جزيرة الدهب. طبعا وده بسبب ان في شواطئ لسه ما تمش فتحها الموجودة في سيدي بشر، زي شاطئ ايناس حقي واسحاق حلمي. وكده وصلنا للعصافرة، وأول شاطئ هيقابلنا شاطئ جول العصافرة، وكمان الأكوا بارك الموجودة ب150 جنيه للفرد، وبيقعد ساعتين يلعب في الأكوا بارك، وفيه 3 بيسينات. وأحلى شاطئ هتشوفه ينفع كمان للأطفال شاطئ جول العصافرة اللي قدام حضراتكم ده. سعر دخول الفرد 100 جنيه شامل كل الخدمات. زي ما حضراتكم شايفين البحر هادي جدا زي البسين. طبعا ينفع للأطفال. وعلى يمين الصورة هنا كافيه سانتوس. طبعا دلوقتي مفيش مصيفين، مفيش ازدحام. زي ما شفنا كده في الصيف تقدروا تقعدوا في اي شاطئ انتوا عايزينه. مفيش خلاص فرق بين الشواطئ، كلها زي بعض. الشاطئ اللي ب100 جنيه زي الشاطئ اللي ب25، زي الشاطئ اللي ب20. شواطئ كتير في العصافرة، في جول العصافرة. في كمان ريجنسي، شاطئ اسكندر، كمان شاطئ البوريفاج ومحمود سعيد وشاطئ جزيرة الدهب. الشاطئ اللي قدامنا ده شاطئ العصافرة المميز. في شاطئ اسكندر وشاطئ ريجنسي، وشاطئ ريجنسي خاص بفندق ريجنسي. وتابعنا مع حضراتكم وصورنا شواطئ العصافرة وشواطئ المنظرة، وكمان شواطئ سيدي بشر. لسه طبعا في شواطئ كتير ما اتفتحتش لسه، ان شاء الله تكون معانا السنة الجاية، زي شاطئ اسحاق حلمي وإيناس حقي. بصراحة من أجمل الشواطئ الموجودة في سيدي بشر، مساحتها الرملية واسعة جدا. وكمان لما يتم افتتاح الشواطئ دي هيبقى طبعا في صيف 26، هيبقى الازدحام هيقل شوية من شواطئ العصافرة اللي بنشوفها في الصيف مزدحمة جدا. كده وصلنا قدام شاطئ البوريفاج، شاطئ البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب. من الشواطئ الجميلة جدا، مساحة رملية واسعة جدا، وطبعا بنشوفها مزدحمة على طول في فصل الصيف. برضو شواطئ جميلة جدا. طبعا احنا دلوقتي بقى في الخريف، أحلى جو في اسكندرية الخريف والشتاء. وإن شاء الله طبعا قريب هيبقى التوقيت الشتوي، والساعة طبعا هتتغير آخر شهر 10. الحقوا بقى اللي عايز ينزل اسكندرية، سواء رحلات أو زيارة في اسكندرية. الجو جميل جدا الأيام دي قبل النوات. طبعا النوات عارفين في اسكندرية بتبقى صعبة جدا.
لكن دلوقتي النوات في اسكندرية بقت مختلفة مش زي الأول، ما بتجيش في وقتها خالص. كده بقى احنا موجودين على كوبري 45 زي ما حضراتكم شايفين. الشاطئ اللي تحت الكوبري ده شاطئ جزيرة الدهب. طبعا الثلاث شواطئ اللي جنب بعض البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب، 3 شواطئ ب25 جنيه للدخول الفرد، شامل كل الخدمات. موجودين دلوقتي في ميامي، وزي ما حضراتكم شايفين تم وضع الحواجز الحديدية اللي موجودة دي. شالوا طبعا الحواجز القديمة. الحواجز دي موجودة في ميامي وكمان أمام شارع خالد بن الوليد. عارفين طبعا الأماكن دي من الأماكن الجميلة. ميامي وخالد بن الوليد، طبعا أي حد بينزل اسكندرية لازم يجي ميامي وشارع خالد بن الوليد، طبعا بيكون زحمة جدا، فعشان كده تم وضع الحواجز عشان المرور العشوائي. وفي كمان نفقين موجودين في ميامي، نفق ميامي ونفق اسكندر إبراهيم. ده شاطئ ميامي العام. الشاطئ ده السنة اللي فاتت كان دخول الفرد ب5 جنيه، مش عارفين دلوقتي بقى هيبقى كام. قدامنا كده جزيرة ميامي، اللي حابب كمان ياخد مركب وجولة كده في البحر لحد الجزيرة بتبقى جولة جميلة جدا، واللي عايز كمان يصطاد. ودلوقتي داخلين على شواطئ سيدي بشر زي ما حضراتكم شايفين. احنا كده عدينا بير مسعود وعدينا نادي السيارات. طبعا قدامنا كده البحر جميل جدا، مفيش امواج، وده طبعا عشان مشروع حماية الشواطئ. في بلوكات كده قدام حضراتكم، طبعا كل ده هيبقى مغطى برمال، وهيبقى فيه كده قعدات زي اللي شفناها في شواطئ المندرة العام. وهنا كده وصلنا لشاطئ تبع شاطئ الشيراتون، شاطئ خاص بيتم تطويره. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.